توضى قبل ما تدخل حدودها وتدوس على ارضها اللي مروي بدم شباب زي الورد. رساله لكل واحد حربان من بلده وجاي مصر علشان يتحامى فيها ويلجأ لنا. اتوضى قبل ما تدخل حدودها وتدوس على ارضها اللي مروي بدم شباب زي الورد. نزف وهو بيدافع عنها، لا هرب ولا راح بلد تاني يتحامى فيها. احنا يا شعب كلنا جيش. عزيزي اللاجع، عندك فلوس يا حبيبي وغني وخدها وروح سويسرا او الدنمارك وحط فلوسك هناك وعيش جنبها، بس الدول دي مش بتقبل بيك. عارف ليه؟ اولا لانها عنصريه وبتعتبرك مواطن درجه رابعه وجايز تستنزف. ثانيا لان الفقير ما فيش لاقي يبقى غني. الهربانين الاغنياء دول بيبقوا نسبه محدوده وبيطلعوا على مونte كارلو والمالديف او اوروبا. لكن حظ مصر انها بتلعب في السكه اللي بيبداها بيشحت في الاشاره، بيرجع ياجر محل ونشغله عندنا وبعدين يقول لك بفلوسي وانا بساعد في تنميه الاقتصاد المصري. ثالثا احنا ما بيجيش لنا مخترعين وعلماء، انما بيجي لنا عماله رخيصه، مطاعم وصناعيه وخلاف وببلاش تناكه وحياه ابوك يا شيخ. رابعا مدخرات المصريين 5 تريليون جنيه، يعني نقدر نعمر بلادكم كلها بفلوسنا وانتم مالكوش مليم واحد في بنوكنا. انتم بتتاجروا في العمله سمسره وعاملين لنا ازمه في الاقتصاد والعقار، يعني انت عبء ثقيل، انت مش نقطه ولا حاجه زي ما انت فاهم. خامسا انت يا حبيبي عايش على دعم الدوله للكهرباء والمي والبنزين والغاز والتعليم، يعني مصر بتصرف عليكم وبتستنزفها. سادسا انتم لو فيكم خير ومعاكم فلوس كنتم عمرتكم بلادكم المخروبه اساسا، مش ما يبقاش في بلدك طريق اسفلت ولا عندك محطه كهرباء وتقول انا جاي اساهم في اقتصاد بلدك. احيه. اخيرا عزيز الضيف الرخم، انت بتبدا ساكن في شقه ايجار ما تقدرش على ثمنها اصلا، واحنا الحمد لله بيبقى عندنا شقه واثنين وثلاثه وفدان واثنين وثلاثه، يعني تحط لسانك جوا خشمك ما يفلن. ولو مش عاجبك الشعب والبلد اللي لماك في الشارع وعاوياك انت واهلك، سيبها وروح اوروبا اللي هتحطك في مخيم على حدودها وهتسيبك تغرق في اي مركب وتوقف تتفرج عليك، مش تقعد تشتم فينا وفي بلدنا ولما تسمع طلق الرصاص تجري وتقول الشريره الكبرى. استرجل يا خليك راجل يا استرجل وخليك في بلدك اشرف لك انك تموت فيها وتدافع عنها زي ما رجالة مصر بتعمل. ولو مش عارف نعلمك، تعال ندي الدرس في الوطنيه وفي حب البلد. والسلام عليكم ورحمه الله.